يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة. من أصول أهل السنة ومن أصول المنهج السلفي ذم البدع والإحداث في دين الله وهجر أهلها وبغضهم والتحذير منهم وكشف شبهاتهم وترك مصاحبتهم ومجالستهم ومجادلتهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر تعالى باتباع صراطه المستقيم وهو سبيل الله، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بدليل قوله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. والسبل هي طرق المنحرفين عن الصراط المستقيم، وهم أهل البدع والأهواء. قال مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. وإنما وحد الله تعالى الصراط فقال: وأن هذا صراطي بالإفراد، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد لا يتعدد، وهو صراط الله المستقيم، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يصل إليه العبد إلا من طريقه. ووالله لاستفتح كل الأبواب وسلك كل الطرق لوجدها مؤصدة ومغلقة إلا بابا واحدا وطريقا واحدة، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة ومتعددة وملتوية، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بما فيه كفاية. فروى ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر تعالى بالإعراض عن الخائضين في آياته. وأهل البدع خاضوا في آيات الله وصفاته بالتأويل والتعطيل، كما قال في الآية الأخرى: إنكم إذن مثلهم. فكل من جلس مجلسا فيه أهل البدع ولم ينكر عليهم فهو مثلهم في الوزر. فدلت الآية على وجوب تجنب أهل البدع والأهواء. قال ابن عون: كان ابن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فقد استدل بها الإمام مالك على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى وذكر الآية. ومن السنة فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أحد ثلث الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.